يا خالد. مش جاي. ايه ده؟ مين ده؟ مش جاي يا تغريد. يا حبيبي طب تعالى بس اتفرج عليه. ايه اتفرج عليه دي؟ ناقص طول اليوم اتحدف له اكل. ايه ده؟ ده الكتكوت؟ ده خالد؟ خلفتيه ازاي ده؟ انت ما يبانش عليكي خالص. لا لا ده جوزي. ها ايه رأيك في بابا؟ تغريد اللي في دماغك ده تشيليه خالص، انسي. يا جماعه انا مش فاهم حاجه خالص. انا من رأيي انه اسيب لكم المزرعة علشان تاخدوا راحتكم وتتعودوا على بعض اكتر. انا مش طالبة منك غير حاجة واحدة بس، جرب. يجرب ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا مش هجرب يا تغريد. ايوه طبعا ما تجربش، انا متضامن معاك على فكره. من فضلك ممكن افهمك؟ ارجوكي بسرعه. اوكي، احنا المفروض هنهاجر ونبيع المزرعه. الاولاد اوريدي هاجروا بقالهم 4 سنين، بس الاستاذ مش هين عليه انه يبيع المزرعه لانه اتفق مع باباه الله يرحمه ان هما يعملوا حاجات مع بعض هنا، بس باباه مات. طب ما يعملها هو. قافش انه لازم يعملها مع باباه. ورحت لدكتور نفسي كبير قوي ومهم، قال انه كل العكوسات اللي حاصله في البيعه دي لانه لازم نلاقي حد ياخد دور باباه ويوفي وعوده القديمه. تغريد انت ليه اصلا تروح لدكتور نفساني؟ ها؟ ما خيرات ربنا ماليه البيت، ليه؟ انت بتتعاملي معايا على اني مجنون؟ لا يا حبيبي. لا انا مجنون. لا يا بابا انا قافش. لا طب وبعدين مين قال ان العقد النفسيه دي جنون؟ وبعدين مين خالي منها؟ انا خالي منها، بس هو حاليا عايش في فيصل. طب شفت؟ وبعدين لو فعلا انت تمام وكل حاجه حلوه، طب ما نكلم الحاج الفولي يجي يشتري العزبه. انا مش هبيع ابدا للحاج الفولي ده. انا ابيع مزرعه ابويا الراجل طول ما هو قاعد بيهرش في رجله. ممكن لو سمحت ما تتدخلش في خصوصياتنا اكتر من كده؟ انا ما فتحتش بقى على فكره. ما يهرش في رجله، احنا مالنا؟ هيدينا 50 مليون جنيه. طب افرض رجعت مصر وحبيت ازور المزرعه بتاعتي، احط ايدي في ايد الراجل ده ازاي؟ طب ما انا هقرف طبعا. على فكره انا محترمك عشان انت في بيتي. يا سيدي انا مش عايز ابقى في بيتك، انا عايز امشي. لا 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 لا، هتمشي تروح فين؟ انا اللي همشي وهاخد العربيه ومش هبعتها ترجعك الا لما خالد يكلمني ويقول لي هبيع. اوكي ماشي، يلا جود لك، باي باي، انجوي. يلا يا جماعه، يلا يا زينب.